تخيل انك ممكن تعيش لمدة 7 سنين وفاكر انك متجوز على سنة الله ورسوله، وفي الاخر تكتشف انك مجرد رقم من 6 ضحايا. حكايتنا النهاردة مش من فيلم سينمائي، دي واقعة هزت المغرب والخليج. بطلتها شابة قدرت تجمع بين 4 ازواج في وقت واحد، خططت ودبرت ونفذت وخدت منهم الملايين وهربت. البداية كانت شيطانية، والست دي رسمت دور الخطبة والوسيطة وبدأت تصطاد ضحاياها بدقة، وكانت بتعمل أعداد في بيتها وبتجيب ناس بتلبسهم لبس مأذون شرعي بالزي الرسمي وشهود كمان، وكل دوت كان عبارة عن تمثيلية متخططة لها صح علشان توهم الضحية إن الجواز رسمي وقانوني. والنتيجة 4 رجالة خليجيين وقعوا في الفخ، وكل واحد فيهم فاكر إن هو الوحيد في حياتهم. واللعبة دي استمرت 7 سنين كاملة ولفت فيهم أكتر من 20 دولة أوروبية، وجمعت ثروة مهولة من ممتلكات وعربيات فارهة وهدايا تقيلة، وكل دوت من خير ال4 أزواج اللي كانت مدوراها بينهم بذكاء يحسدها عليه إبليس شخصيا. لكن طبعا دوام الحال من المحال، والمستور انكشف لما زوج سعودي بدأ يشك في تصرفاتها فقدم بلاغ. وهنا بقى كانت الصدمة، اكتشف ان العقد اللي معاه فنكوش، يعني مجرد ورقة موافقة عادية، يعني لا راحت محكمة ولا تسجل، وكانت بتستخدمها بس علشان تدخل الفنادق وتعرف تنصب عليه وتاخد منه الفلوس. والموضوع ما كانش مجرد فلوس وبس، القصة دي فيها تزوير اوراق رسمية وحالات اجهاض علشان تداري جرايمها وتفضل مكملة في سكتها. اول لما الدنيا بدأت تضيق والنيابة طلبتها فص ملح ودان، قدرت تهرب بره المغرب وراحت دولة عربية تانية، وسابت وراها ضحايا خسروا فلوسهم وسنين من عمرهم عاشوها في وهم اسمه الجواز. طمع بيعمل قلوب، والست دي بعت الوهم للكل وهربت بفلوسه. في الاخر الست دي افتكرت ان ذكائها هيخليها تهرب للابد، بس نسيت ان الحقيقه ما بيغطيهاش غير بال، وان الطمع اخره وحش. والفلوس والعربيات والملايين اللي جمعتها النهارده بقت هي السبب اللي مخليه الانتربول والشرطه يطاردوها في كل مكان. والقصه دي تعتبر من اشهر قضايا النصب باسم الحب.